ممكن نغيره. قسما بالله العظيم عصبني. انت عمال تعيد وتزيد ليه في الحاجه؟ انا عايزه اشرب. طب يلا. اهم حاجه الجوده لا ولا جوده ولا زفت. 3 2 1 زفت. خلصني بقى يا عم. هو مزارع دينا. ان هنجربوها طبعا. ده طعم ايه ده؟ ده اللي هو الكوفي شيك. شك لا تشك يا باين. تحس ان دينا هي اللي عاملاه شخصيا. الناس بنضحك مع الناس. لا ضحك ايه بس؟ ده هيعملوا لنا بلوك. انت خدتي بقين انا هاخد بقين. انت شربت بقين في بق. شفتك. النهارده بقى معانا المنتجات اللي هنجربها. مزارع دينا. عندنا جايبين 3 اطعمه. هو في اطعمه اكتر من 3 بس الاطعمه التانية دي كلنا عارفينها اكيد. هي يعني دي اطعمه مختلفه بصراحه. في بقى اللي هو الجديد ده اللي هو الفراوله ده ما دقتوش قبل كده بصراحه. حليب فراوله ده وفي ده فريش ليمون بالنعناع. وفي اللي هو الكوفي كوفي شيك. شيك ولا شيك؟ شيك ان شاء الله. ماشي ما عليه. طبعا في منهم بقى اللي هو بالشوكولاته، انا بحبه ده بصراحه. ما ده منتشر ده والناس كلها عارفه. واللي لقيته منه بس انا ما رضيتش اجيبه عشان ما بحبوش بصراحه، عاملين منه زبادو. لا انا الصراحه هو اللي بالشوكولاته اللي انا بجربه وبشرب منه. لقيتهم عاملين منه زبادو كمان بس مش عارفه بقى ده حلو ولا لا بصراحه، بس انا عشان ما بحبش الزبادو والحاجات دي فما رضيتش اجيبه. ماشي. المهم احنا هنجرب هنجربها. ال3 اطعمه دول النهارده معاكم. نبدا بيه ونقول لكم راينا ربنا يسهل. انا الصراحه عايز اجرب الفراوله. طيب ماشي. يبقى هنبدا بالليمون. نبدا بالفراوله عشان ما تقعدش بس تقول ايه. استنى بس نرج الاول. انا اللي هشرب الاول ولا انت؟ انت هتشرب من كوبايه، هشرب الازازه كلها. بس شوف كده. تحفه. هشرب نص هدوق بس من ناحيه. بس هي حلاوته ان هو مش مسكر. طعمه حلو يعني واللبن فيه فيه حلو لبن جدا. كتير. يعني في لبن تحس كتير. ان هو معمول في البيت. لا احنا بندوق، مش هتشرب كله. انت لسه شارب حاجات تانية. ستي إيه ده مش فعلا لو احنا عطيناه للاطفال يبقى جميل مغذي جدا يعني بصراحة. ومفيد بصراحه. يعني واهم تحس حاجه ان هو فعلا بيتي يعني تحس ان دينا هي اللي عاملاه شخصيا. الناس بنضحك مع الناس. لا ضحك ايه بس؟ ده هيعملوا لنا بلوك. ماشي. تاني طعم هنجربه ونبدا بايه؟ خلينا بالليمون نعناع. يعني الكوفي احنا عارفين. نجرب الليمون نعناع. ليمون نعناع. رجي طيب يمكن في ليمون لا. عادي. هات بقى الكوبايه. كوبايه تانية. بصي هدوق انا الاول. هو طعمه حلو بس تقيل يعني. طعم الليمون فيه ياما، مش بيور كده يعني. الليمون كتير والنعناع كتير. المزازه بتاعته عاليه قوي. يعني تحس ان هو حاطين فيه خير فعلا. مزارع خير دينا. دينا عامله شغل عالي الصراحه. لا بس هو طعمه حلو مش وحش. الصراحه جميل. طعمه حلو. لا مش ده التاني. ببلع الليمون. طبعا بقى ده الصبح هموت واشربه وهو قاعد يذل فيا يقول لي لا استني لما نشربه. احنا قلنا ندوق مع الناس اصدقائنا وحبايبنا. ندوق بقى ايه. شوف هيبقى طعمه حلو ولا لا. تشربي من الازازه. طعمه حلو جدا. ما انا عارف. استنى كده. يا اخ. طعمه حلو. كيف مقاوله مش مناوله. عايز؟ لا يا باشا بألف انا وشفا. اتفضل. المهم خلينا في الاخر. خلاص اتفضل. بسم الله. القهوة حلو قوي. تحفة باينة فيه جدا بصراحة. حلوة. لا وطعمه عامل شبه البونبوني اللي احنا ايوه اللي هو بيبقى في بونبوني كده. قهوة كده بتسيح في بيبقى طعمه جميل قوي. جميل قوي طعمه جميل. خلاص. انت شربتي بقين؟ لا ايه ده؟ في ايه؟ شربتي بقين؟ انا جايبه ليا ده. انت بتحب الفراوله جبت لك بالفراوله. بنعمل ريفيو مع الناس. انت خدتي بقين انا خدت بقين. انت شربت بقين في بق. شفتك. لا جامد بصراحه ده. ده طعمه حلو قوي. قيمي بقى كده كل واحد مثلا كام. اديله كام من 10 يعني؟ 10. لا ده اديله 10 من 10 بصراحه عشان عجبني قوي. طب استني بقى عشان نقيمه انا وانت
ده انا ممكن اديله يعني 9/10. ماشي، انا 9/10 انا اديته 10 من لان 10. مش سكره كان عايز يزيد شويه لا بصراحة بس هو بالنسبة احلى لي. حاجه فيه ان هو السكر مش كتير، فهو لا انا حاسس ان هو السكر في حاجه محتاج يزيد كمان شوية. معلومه عايزه اقولها لكم، ان هو بيقعد 7 ايام بس، لو بعد 7 ايام بيبوظ يعني، فعشان ايه تخلي بالكم من تاريخ الانتاج عشان لو هتدوه للاطفال او حاجه يعني. دي حاجه مهمه ما ناخدش بالنا منها يعني واحنا بنشتري، بس لازم نركز في الحاجات دي. ان شاء الله المره الجايه. مزارع دينا الليمون نعناع. الليمون نعناع بقى نديله كام؟ هو بصراحه انا من النوع اللي ما بحبش الليمون قوي، ما بحبش المزازه بتاعته يعني. فممكن يعني على المنتج ذات نفسه ممكن اديله مثلا 7/10. انا برضو ممكن اديله 7. حاسه ان هو عايز تحط عليه صودا يبقى طعمه حلو. هو المزازه دي عايز تتكسر شويه، الا اذا بقى الناس اللي هي بتحب في ناس بتحب المزازه، في ناس بتاكل الليمون بقشره لا اساسا. بس هو حلو بصراحه، لا بس هو حلو. عادي. اخر حاجه بالفراوله، طبعا انت هتديله 12/10. انا بحب الفراوله باللبن بصراحه، فانا هديله 10/10. انا ممكن اديله 9 عشان مش بحب الفراوله قوي، بس هو حلو ماشي. بصراحه. اوكي. طب كده احنا نكون قيمنا ال3 اطعمه دول. قولوا لنا لو عايزين نجرب الاطعمه التانية والزبادو نجربها الفيديو الجاي، وقولوا لنا لو في حاجه معينه عايزين تعرفوا اطعمتها المختلفه الجديده اللي نزلت السوق نعمل عليها ريفيو سوا. سيبوا لنا في الكومنتات تحت وقولوا لنا لو في حاجات عايزين نجربها يعني. دلوقتي بقى احنا كنا جايبين ايه فاكرين ان هي تبعنا، طلعت مش تبعنا. في من فتره كده نزل مشروب تبع فيروز اللي هو التين الشوكي. ده انا جربته مره بصراحه وعجبني جدا جدا، وقعدت ادور عليه، قعدت فتره ما مش لاقيه، فجبناه النهارده. يعني ما صدقنا اللي احنا لقيناه. بالظبط كده. فرحنا بقى وقلنا بس احنا مصدقنا ان احنا لقيناه. ده مش موجود بقالي فتره بدور عليه، والصراحه بالنسبه لي طعمه يعني 10/10 برضه. اكتشفنا بقى ان هو مش تبعنا. انت دقتيه بس الاول؟ لا انا ما دقتوش، هدوقه دلوقتي اقول لك رايي فيه، بس احنا مش هنشتري تاني بقى عشان ده تبع مقاطعه مش تبعنا. مش هنشربه. ماشي. الطريقه بقى اللي احنا عرفنا بيها ازاي ده اصلا تبعنا ومش تبعنا. طلع مقاطعه يا جماعه. فيروز طلعت مقاطعه، ما اعرفش ازاي، وعايزين نقول لكم عليها بقى عشان تستخدموها يعني وانتوا بتشتروا الحاجات دي، عشان تبقوا عارفين ايه اللي في المقاطعه وايه مش في المقاطعه. في ابلكيشن ما اعرفش تبع مين بصراحه، بس هي فكرته كويسه. في ابلكيشن بتحط الباركود، بتاع المنتج بتصوره، وبيطلع لك بقى اذا كان المنتج ده معانا ولا علينا. يعني الباركود ده بتحمل الابلكيشن، هنسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الكومنتات عشان لو عايزين تحملوه، ولما تيجوا تحملوه هتلاقوه حملوه من التليجرام، مش من البلاي ستور. البلاي ستور بيبقى مش مظبوط وبيطلع نتائج مش كويسه. بس بعد ما بتحملوه بتجيبوا الباركود اللي هو زي ده، بيبقى هنا او بيبقى هنا كده، اللي هو الشرط السوداء اللي على اي منتج، اللي هو بيبقى عليها الارقام دي. مش واضحه في الكاميرا اهي. انا عايز اشوف. اهي وضحت يعني الارقام دي بتجيبوها وتحطوه، وبعدين بتدوسوا على اي مكان في الشاشه فبيطلع لكم ده مقاطعه ولا مش مقاطعه. هو احنا اتصدمنا بصراحه ان فيروز طلعت مش معانا يعني. احنا جربنا كده الموضوع ده قبل ما نطلع الفيديو واكتشفنا ان هو مش معانا للاسف. بصوا الابلكيشن اهو تمام، ده شكله بعد ما بتحملوه. تمام. بندوس اكشف الان. تمام، بيطلع كده. تمام اهو. بناخد بقى المنتج اللي احنا عايزين نشوفه، الباركود بتاعه اهو. بنحط الباركود كده هنا عند الاسم ده وندوس هنا، بيطلع لنا النتيجه على طول. للاسف فيروز مقاطعه. طب تعالوا نجربه على المنتج اللي معانا، شوف هيطلع ايه. اهو باركود مكتوب اهو المنتج ليس فيه مقاطعه، زي ما موجود كده على الشاشه، مش باين. او ممكن انتوا تجربوها برضو مع نفسكم يعني، تنزلوا الابلكيشن، بس اهم حاجه من على التليجرام. الموضوع ده هيساعدكم جدا وانتوا في السوبر ماركت، ان انتوا تعرفوا ايه الحاجه اللي موجوده معاكم وايه الحاجات اللي انتوا
عايزين تقطعوها عشان ما تجيبوهاش زي ما احنا جبنا كده الفيروز وفي الاخر طلعت مش معانا. بالظبط كده. وفي الاخر بس احنا نتمنى ان الموضوع ده ينتهي على خير يعني وربنا مع اهلنا في ندعي لهم غزة، كتير. وربنا شاء يسهل الله لهم بإذن الحال الله. ويفك اسرهم يعني والسجن اللي هم فيه ده. يا رب ان شاء الله. دعواتكم بقى. قولوا لنا بقى المره الجايه عايزين نجرب ايه، ونجيب لكم اطعمه مختلفه من الحاجات دي ونجربها سوا ونقول التقييم بتاعها كام. هنستنى بقى رايكم في الكومنتات. بس بقى، وده كان الريفيو اللي كان معانا النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو وحسيتوا ان انتوا استفدتوا، متنساش تعملوا بقى لايك سبسكرايب للقناه وتكتبوا لنا تحت في التعليقات ايه اكتر منتج جربتوه وعجبكم، او لو في حاجه طبعا عايزيننا نجربها قولوا لنا عليها تحت. ولو في منتج من الحاجات اللي احنا جربناها النهارده دي شربتوها قبل كده قولوا لنا كام من 10 زي ما احنا قيمنا. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باي باي باي.